السلام عليكم، ومعانا منتج مصري هنتكلم عنه والنهارده هنتكلم عن مقشر فروة الراس من كلار. المنتج انا كنت جايباه من صفحة اسمها مارفل، كان سعره ساعتها عامل 225، واكيد هو دلوقتي سعره زاد عن كده. كان مكتوب عنه ان هو بينظف فروة الراس بعمق وبيقشرها وبيزيل الشوائب والزيوت الزايدة وتراكم المنتجات على الشعر، وبيساعد على تنقية بصيلات الشعر وتحفيزها وتنشيط الدورة الدموية لإنبات شعر جديد، ويقلل من أضرار الأكسدة الناتجة عن أشعة الشمس وتحسين الدورة الدموية. ومن مكوناته بروكابيل وماتشا وملح البحر، فيتامين بي 6، زبدة الشيا، حمض الساليسيليك. ده كده باختصار شديد جدا كل الكلام اللي كان مكتوب عن المنتج. اما خلاصة تجربتي انا الشخصية، اول حاجة هو المنتج حجمه 300 مللي وقعد معايا لمدة شهرين. كنت بستخدمه ازاي؟ المفروض ان انت لما بتيجي بتستخدميه هو بيكون اول حاجة في روتين شعرك وقبل الشامبو كمان. بتغرقي كل شعرك بالمية عادي، بعد كده تبداي تستخدمي المنتج وتحطيه على فروة راسك وتبداي تدلكي الفروة. طبعا هو بيكون فيه حبيبات صغيرة كده، الحبيبات دي ما بتأثرش في فروة راسك، يعني مش بتجرحك ولا بتعورك، عشان لو حد خايف من النقطة دي، لا هو خالص خفيف جدا، ما بتحسيش باي وجع لما بتيجي تدلكي الفروه. المنتج فعلا حلو جدا وبينظف فروه الراس بطريقه تحفه، وبالتالي لو انت فروه راسك نظيفه لما تيجي تستخدمي اي منتج بقى على فروه راسك من المنتجات اللي احنا بنستخدمها علشان يقلل معاكي التساقط او يحفز انبات شعر جديد، بالتالي هيبقى فعاليتها احسن لان هو اوريدي اتحط على فروه نظيفه. وانا في فتره من الفترات كنت بعاني ان انا عندي قشره خفيفه في شعري، فلما بدات استخدم المقشر ده حرفيا ضيع لي القشره تماما. تالت حاجه بقى هو للاسف بينشف شعري، فانا كنت بعد ما بستخدمه بغسل شعري بالشامبو، وبعديها لازم كنت استخدم بلسم او حمام كريم علشان يرجع شعري تاني يترطب من تاني. المنتج كان من الحاجات الجميله جدا اللي انا جربتها ومش ندمانه ان انا جبتها. وبكده انا هكون وصلت لنهايه الفيديو. لو عندكم اي سؤال او استفسار سيبولي تحت في الكومنتات، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.